متخيلين ان انا في المكان الوحيد اللي في العالم اللي ربنا تجلى عليه؟ اهلا بيكم في جبل موسى. مصر، جنوب سيناء، تحديدا في مدينة سانت كاترين، حصلت المعجزة الأكبر والأعظم على مر العصور من قصة سيدنا موسى، المكان الوحيد اللي تجلى عليه ربنا وظهر فيه واتسمع صوته، المكان اللي نزل فيه الوصايا العشر، إنك بالوادي المقدس طوى، والجبل اللي تجلى عليه ربنا. أنا النهاردة جات لي فرصة إن أنا أزور المكان ده وأطلع جبل موسى اللي قعد فيه لمدة 40 يوم. تعالوا معايا في المغامرة دي. 2285 متر جبل موسى، وصلنا لتاني أعلى نقطة في مصر كلها اللي قعد فيه سيدنا موسى تقريبا 40 يوم. نبتدي بطلوعنا للجبل، وده الأصعب في المغامرة كلها. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا كده ابتدينا المشقة، ابتدينا الرحلة وطالعين جبل موسى، لسه في أول كيلو وإن شاء الله يعني طالعة لذيذة. أنا بصراحة بحب الهايكنج جدا. الحرارة دلوقتي 1 ولسه يا دوبك في أول كيلو، فربنا يستر على اللي فوق بقى، نشوف الحرارة تبقى كام. تقريبا هنتمشى حوالي 7 كيلو طلوع مطلعنات، وبعد كده 750 سلمة، فربنا يستر. انا سقعان رغم ان انا لابس مصايب سودا، انا لابس كل حاجه، لابس الدولاب كله. ناكل بلح واحنا طالعين عشان ناخد منه طاقه، سكر وبتاع، يعني احنا هنتمشى كتير اهو، صح؟ بقالنا الحمد لله 2 كيلو ماشيين. الصراحه انا بدات اتعب، بس لسه 5 كيلو ماشي. عادي عادي، هنشوف اخر الموضوع ايه. الطريق بقى رخم وضيق وصغير، ومفيش مجال ان احنا نمشي مجموعات جنب بعضينا. يعني شكل النجوم يا وش مش هتبان في الفيديو، بس منظر تحفة جدا. مفيش نور خالص، كشافات الموبايل، في جمال في نص الطريق عشان اللي يتعب يكمل بجمل، بس احنا اقوى من كده. مش هنا حوالي استراحتين اكتر من 3 كيلو مثلا، بس بجد تعبت اوي. الموضوع متعب، مش هي متعة، بس الموضوع متعب بصراحة. ومن ضمن ال7 كيلو ماشي 750 سلامة، سلالم قذرة بهذا الشكل. ارهاق ده بقى. هنا نهاية الرحلة، وبعد كده نطلع على الجبل، نكون وصلنا للقمة يعني. واخيرا انا طلعت، اخيرا وصلت بعد معاناة واستراحات كتير اوي. لحقت الشروق من اول. طلعت 2285 متر بلا فخر. بجد يعني كانت تجربة مهلكة قوي، متعبة جدا، بس ممتعة. لما بتوصل للنهاية بتحس ان انت نجحت وما استسلمتش ونزلت، فاحساس رائع جدا. وصلنا لتاني اعلى نقطة في مصر كلها، جبل موسى اللي قعد فيه سيدنا موسى تقريبا 40 يوم. طبعا اعلى نقطة في مصر هي جبل سانت كاترين اللي مش ممهد للطلوع. جبل سانت كاترين هناك اهو، بس مش ممهد للطلوع. مفيش فرق غير 500 متر تقريبا او 400 متر. مفيش تلج، بس انا تقريبا -11، فالواحد مش انت عرفتي منين انها -11؟ الراجل اللي قال لنا، البدو هنا عارفين الدنيا اكتر مننا. ف احساس غريب، بس بلا تلج. ليه بقى مفيش تلج؟ تقريبا كان الاسبوع اللي فات فيه تلج، وحاليا مفيش. أنا من سنتين طلعت سانت كاترين وكان فيها تلج شديد جدا. التلج بيبقى منتشر في بدايات الشتاء، وبالأخص في الأيام اللي الشتاء فيها شديد. دي صور من صور الرحلة اللي طلعتها من سنتين في سانت كاترين.
ما كانتش متعه خالص، لان الجو كان ساقع زياده عن اللزوم، وما عرفتش ان انا اطول فوق زي ما قعدت. بس احساس فوق الغيوم. انا مش قادر اعمل كده، يعني حاسس ان انا ايدي بتتحرق. احساس غريب كده مش هيفهم غير اللي يمر بيه. طبعا هنا ناخد احلى صور واحلى فوتو سيشن في الكوكب. جبال البحر الاحمر وجمالها شيء يعني في منتهى الخيال. ناخد صورتين بقى ونكمل بقية الاستكشاف. منظر رائع. انتوا متخيلين ان انا في المكان الوحيد اللي في العالم اللي ربنا تجلى عليه؟ واللي ورايا ده هو الجبل اللي حصل عليه المعجزة لما ربنا تجلى عليه. سيدنا موسى قعد في الجبل اللي انا عليه ده لمدة 40 يوم، وفي خلال ال 40 يوم دول كان في يوم هوا وسقعة جدا، فحب ان هو يولع نار علشان يدفي نفسه ويدفي اهله. بس للأسف كل ما يحاول يولع نار، النار كانت بتطفي من شدة الهوا. فشاف نار من بعيد فراح لها بحيث يجيب النار دي للمكان اللي عند اهله بحيث يتدفوا. فلقى شجرة كبيرة مولعة نار مع انها لونها اخضر، وهي دي الشجرة اللي سيدنا موسى شافها مولعة، اسمها شجرة العليق. دي موجودة أسفل الجبل في دير سانت كاترين. وسمع موسى صوت الله عز وجل يأتي له من كل اتجاه وهو يقول له: يا موسى. فرد وهو يرتعش من الخوف: من؟ فقال له الله عز وجل: إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. ومن القرآن الكريم سيدنا موسى قال لربنا: أنا عايز أشوف. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. فتخيل ان الجبل ما استحملش التجلي، فما بالك بالانسان. هو ده بقى الجبل اللي ربنا تجلى عليه، ده الجبل اللي اتدك. لو خدتوا بالكم هتلاقي لونه مختلف تماما، وحجمه ان هو هبط واتدك بالنسبة للجبال التانية، فالجبال عالية قوي، اما هو مختلف ولونه مختلف. ولو قربت منه هتلاقيه تراب، وهتلاقيه لونه اخضر محروق. هو كان في مستوى الجبال التانية، لونه مختلف عن لون الجبال التانية، يعني هو لونه اخضر محروق، فدي حاجة غريبة جدا. يعني سبحان الله فعلا باين قوي الاختلاف بينه وبين الجبال التانية. كل الجبال كبيرة ما عدا الجبل ده، وكمان لونه مختلف، وحتى تركيبته تحسه متقطع. سبحان الله. فده بيأكد لنا فعلا ان الجبل ده هو جبل التجلي، والجيولوجيين اكدوا الكلام ده. وبس خلاص انا بنزل من الجبل. كانت مغامرة لذيذة بس مرهقة جدا. اشوفكم فيديو قريب جدا، مغامرات جديدة. سلام.